التفريز مش كل حاجة. ازاي نحافظ على الاكل بتاعنا بطرق منزلية بسيطة سواء لحوم او خضروات من غير لا تعب ولا تكلفة؟ يلا بينا، تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الطريقة الصح. اول حاجة هروح عند بتاع بلاستيكات اقول له انا عايز اكياس فوكيوم. لو مفيش ممكن اجيب اكياس التلاجة العادية دي، بس يفضل ان يكون الاكياس التانية علشان خاطر هي بتبقى جامدة شوية. طريقة الحفظ بتكون بتفريغ الهواء من الاكياس. طبعا هجيب اي شفاطة وهجيب كيس التلاجة العادي، تمام، هشفط الهواء منه بالظبط زي كده. بعد لما اربط الكيس هيكون معايا بالشكل ده كده، يبقى تفرغ الهواء منه. بس دي طريقه للحفاظ على اطول فتره ممكنه بالنسبه للاكل، احسن ما كان بيبوظ وبيعمل عفن في الثلاجه. المسابقه اللي انا قلت لكم عليها، انا عايز ان شاء الله على اول الشهر الجديد اوصل 10000 فولو، واخر 10 من ال 10000 فولو هختار واحد عشوائي ما بينهم هكسبه مكافاه ماليه. ولو عايزين فيديوهات من الفيديوهات دي تاني قولوا لي تحت في الكومنتات. الطرق دي احنا ما نستسهلهاش، لا نعملها بجد، لان ده اسلوب حياه وبيحافظ على الاكل، دي من اساسيات المطبخ.